الراجل الضخم اللي اتخانقت معاه في الاتوبيس ده مش مجرد مجرم، ده حارس النداء الاخير، والمطلوب منك حاجة واحدة بس، تفتح البوابة قبل ما تتفتح لوحدها، ولو ده حصل هتضيع. انا كنت حاسس ان كل كلمه بيقولها بتخوفني، بس انا مش فاهم حاجه. بوابه ايه وايه الكلام الكبير ده؟ انا مجرد طالب في جامعه، انا ماليش علاقه باي حاجه اصلا. لقيته بيضحك وبيقول لي كلنا كنا كده في الاول لحد ما النداء اختارنا. انا مش فاهم اي حاجه، بس سمعت صوت بعدها غريب جدا في المكان، صوت حد بيصوت، والصوت ده كان عمال يعلى وواضح ان هو صوت واحده ست. لما ركزت اكتر في الصوت، ده صوت امي. ايوه دي صوت دي والدتي. الصوت ده جاي منين؟ يا امي انت سامعاني؟ ايوه يا امي انا هنا، سامعاني؟ فضلت اجري في المكان وانا متوتر جدا لحد ما لقيت قدامي باب حديد، لكن الباب ده كان مقفول، ومقفول بسلاسل كبيره جدا. حاولت ان انا اشده، حاولت ازقه، ارمي اي حاجه عليه، بس مفيش فايده، لحد ما